السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، ونرجع لكم كده بفيديوهات جديدة وجديدة. وصلوا على النبي، وما تنسوش تفعيل زر الجرس والمشاركة كتير، وتصلوا على النبي في الكومنتات. وكل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة وتكون يا رب كلها خير وسعادة على الناس كلها، وتكون كده يا رب سنة خير. بص بقى، احنا دخلنا في الفيديو على طول. بص بقى، انا كان معايا طاجن كده، هي عكاوي كدابه. بس تعالوا نشوف بقى هنعمله ازاي. زي ما في حمام كداب، انا هعمل الطاجن عكاوي كدابه بالخضار. تعالوا نشوف هنعمله ازاي وجربوه ويا رب يعجبكم. اول حاجه هنا انا اوريكم، هنا كان فيه بسله ماشي، وهنا معايا الطبق ده فيه كوسه وجزر وبصل، وهجيب بطاطس كمان. بالراحه كده هنعمله وايه، وهنشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. بصوا بقى، انا جبت الكبه هنا ومجهزه حاجتي، هنشتغل مع بعض بسرعه وهنشوف الدنيا ايه، تمام ولا ايه. وجربوه وان شاء الله هيعجبكم. بصوا بقى، انا قلت لكم ده ايه، طاجن عكاوي كدابه. هنشوف كده واحنا بنشتغل دلوقتي هيتعمل ازاي وهيكون ايه، وجربوه ان شاء الله هيعجبكم. والله ما هتفرق عن العكاوي الحقيقيه فعلا. بصوا بقى، هنا انا كنت بقول لكم الحاجات دي يعني هنلم بيها البيت برضو. يعني عندك مثلا حبة بسلة، يعني زي نص كيلو، ربع كيلو جزر، ربع كيلو كوسة، بصلتين، اي حاجة عندك كده هتلميها، هتعمل لك يوم كده حلو وطاجن حلو ومحدش هيختلف عليه. ماشي. تعالوا بقى نشوف هنعمل هنا ايه. كنت ابتديت بقى ايه اروق البصل معاكم كده وكنا بنتكلم، بس ايه يعني رجعت غيرت الكلام عشان كان في بقى اصوات تانية وكده. تعالوا بقى ايه نكمل مع بعض كده ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، انا مسكت البصل كده هروقه كده مع نفسه وايه اهو، اخد التانية اخرى. انا ايه عملت في الطاجن ده ايه، بصلتين، وزي ما انتوا شايفين انا لقيت الجزر هيبقى كتير، خدت جزرة واحدة بس. عملت الكوسة زي ما هي وايه، وهعمل بطاطس برضو، وهعمل الحاجة دي معاكم، وهجيب طماطم وتوم وكده، وهنشوف بقى ايه هنعمله ازاي. اهو ادي البصلة التانية برضو اهو. همسك برضو ايه الجزر برضو هروقه كده يعني عشان ما ينزلش بقى في الطبق الحاجة اللي احنا بنعملها كده. انا كنت حاطة كيس تحت ايدي او حاجة بقى ايه، بنزل فيها القشر الرفيع اللي بيطلع دوت، عشان ما يبقاش فيه ايه زبالة تحت ايدينا ولا حاجة. اول باول كده تبقى مكاننا نضيف اهو. كل الخضار ده طبعا انا كنت جايباه في نفس اليوم، يعني لانه هو كان عجبني في السوق ومش غالي. يعني الجزر ب5 جنيه، الكوسة كب ب15 جنيه. يعني هتجيبي من ده لو جبتي حتى الجزر كيلو، الكوسة ربع، مش يعني، وهتمشي اليوم وهيبقى ان شاء الله كله فايدة. والجو ده طبعا، والامراض اللي بنسمع عليها والحاجات دي طبعا، كل شيء لازم تعملي خضار، تعملي الحاجات دي عشان ايه يبقى في مناعة شوية في الجسم. صح ولا ايه؟ وعايزه اقول لكم برضو بتوحشوني وايه، وربنا ان شاء الله ما يجيب ايه فراق تاني كده الكام شهر اللي عدوا دول. الحمد لله ربنا عداهم على خير الحمد لله. ونرجع لبعض كده بفيديوهات حلوة ونكمل كده مع بعض اهو. بص برضو همسك الكوسة، وهنا بقى ايه جبت الطماطم اهي جهزتها، وهمسك كل ده بقى اغسله مع بعض وكده، وهنشوف الدنيا ايه، تمام ولا ايه، في حاجة ناقصانا تاني ولا ايه. لا هو كان تمام كده، ما كانش فيه فاضل الا التوم وخلاص. كل ما تكتري في الخضار يعني لولادك ليكي كده، الحاجات دي برضو بتبقى كويسة، ونشجعهم ياكلوا خضار والحاجات دي. لان الحاجات اللي بتتباع في الشارع، الحاجات الجاهزة والحاجات دي مش حلوة. انا دي لقيتها مش حلوة، فايه جيت امسحها كده لقيتها طينة، عادي هتشتغل برضو مش هنرميها. يعني هي القشرة من بره، انما هي ما فيهاش حاجة. طبعا زي ما بقول لكم كده، همسك الجزر وامسك كل ده كده ايه، نروقه كده مع بعضه
ده مش عدس. احنا هنعمل طاجن كده زي ما قلت لكم، عكاوي كدابة، بس هي مش عكاوي. بصوا يا جماعة، الحاجة كلها غالية والدنيا غالية. انا دلوقتي عشان تجيب عكاوي بكام؟ طبعا غالية، واحنا عندنا امتحانات ومصاريف مدارس والحاجات دي كلها، طبعا عبء ايه علينا. احنا دلوقتي بنشغل دماغنا وهنعمل حاجات برضو وهتمشي ومش هتفرقها عن العكاوي والحاجات دي. بصوا بقى، انا في الوقت ده يعني بيتباع ازوار رومي، زور بتاع رومي، يعني اللي شافوه قالوا لي دي عكاوي، ما فرقوهوش يعني عنه. ماشي. انا قلت بدل ما الواحد بيروح يدفع قد كده في يعني العكوة ب400 او 450، يعني نجيب حاجة زي دي وهتمشي. وعايزة اقول لكم والله طلعت في منتهى الجمال، والله طلعت في منتهى الجمال، وما خدتش سوا، وكانت طعمها تحفة. ماشي. برضو لازم نفكر ونشوف الدنيا معانا هتمشي ازاي، عشان مش كل حاجة هنجيب الحاجة غالية. اهي بصوا كده، هتفرقيها عن العكاوي الحقيقية اهي. بصوا عاملة ازاي، ومليانة لحم، وبرضو اللي هياكل هيشبع وهتبقى زي الفل اهي. همسكها بقى ايه، غسلتها ونقعتها وهقطعها كده فصلها عن بعضيها، وهنشوف هنعمل ايه. وما فيهاش زفرة جامدة ولا فيها حاجة اهي. يا جماعة هنمشي حالنا والدنيا هتمشي، وبرضو وعيالك هياكلوا هيشبعوا، تبقى الدنيا زي الفل. هنا بقى بصوا، الخضار كنت مسكته غسلته اهو وظبطته. هنا بقى ايه، بصوا بقى، هنا معايا ملح وفلفل وزعتر وروزماري وقرفة وايه ومكعب ماجي اهو. هنزلهم كلهم كده ايه في الكبة. ماشي. وهمسك هحط عليهم بصل، هقطعه برضو ايه واحطه عليه. يعني هي سهلة وبسيطة واقتصادية، وجربوها يا جماعة هتمشي والله وهتعدي وهتبقى الدنيا زي الفل اهو. اهو مش كل يوم لحمة، مش برضو هنصرف نجيب الحاجات الغالية. عادي، فكري كده وكل حاجة هتعدي اهو. امسك بقى ايه كده، قطعت البصل اهو اهو. انا هنا طبعا كنت معايا الطاجن ده، كنت غسلاه ومظبطاه اهو. هنا بقى ايه، جبت التومه برضو رخر كنت شطفته اهو. وادي الطماطم كمان كنت بمسكها اقشرها واحطها، عشان اما اضربها ما يبقاش فيها قشر. هنا بقول لكم مسكت حطيت الخضر في الطاجن وبقشر القوطه اهيت، وبنعمل حاجتنا اهو. اهو بصوا القوطه والحاجه، امسكها بقى ايه، اضرب كل ده في قلب بعضه. البهارات بالبصل بالثوم بالقوطه، كل ده بيديكي برضو ايه طعم حلو لما تضربيهم مع بعض. كأنك يعني ايه مسكتيهم كده في قلب بعض، لفتيهم كده بايديكي وانت ايه بشراهم مخرطاهم، هي بس ده بيديكي طعم احلى. وانا بقول لكم هضربهم وارجع اهو. واحطهم ايه الطاجن اهو. بصوا اهو مش ناقصه حاجه، بسم الله ما شاء الله زي الفل. جربوه كده يا جماعه وان شاء الله يعجبكم، واقتصادي برضو مش غالي. عندك الحاجات دي يعني سايباها في البيت. هو كان ناقص حبه فاصوليا خضرا بس انا ايه نسيته بقى اهو. هنا كنت ضربت القوطه بالبصل بالحاجه اهي اهي. تمام تمام. همسكه بقى اقلبه كله في بعضه كده. وفي الوقت ده كنت نقعت
الرقبه اللي قلت لكم عليه او الزور بتاع الرومي، يعني عايزه اقول لكم برضو حلو ومليان لحم، مش وحش، واللي هياكله هيعرف انه يعني مش هيفرقوا عن العكاوي. اهو امسكه اقلبه كده، وهنا برضو ايه هحط لها صلصه واحط لها سمنه، واهو وهمسكه بقى ايه اقلبه كله ببعض. وهنا معلش كان الكاميرا ايه اتقلبت مني. هنا عايزه اوضح لكم يعني ان هو بسم الله ما شاء الله مش محتاج كلام. هنا اهو، اهو هنا بقى كنت حطيت الصلصه والسمنه ومسكته قلبته كله ببعضه كده اهو، وهغطيه واحطه في الفرن. امسكه واغطيه بالغطا بتاعه كده وتمام قوي. اهو هنا بقى بوريهولكوا كده من فوق، ايه رايكم؟ تحفه. الا بقى اما يستوي. بصوا بقى تعالوا نشوف اما يستوى اهو. وعملت جنبه شويه رز بشعريه وشويه سلطه اهو. انا حطيته بس جوه الصينيه دي ليه؟ لان حسيته ان هو ايه كان هيطق او كده. او شويه السلطه هم. ايه رايكم يا جماعه؟ جربوه وقولي رايكم، وان شاء الله يعجبكم. الف هنا وشفا. سلام.